على الاداء. اداء سي سا، اداء. ديك اداء تعلمتها غير في المغرب. اداء. من لعبوا الماتش اميكال ولا التورنوا اميكال ولا l'UNAF ولا لا كاف ولا لا كان ولا لا كوب دي موند، سي توجور لو ميم ايتا ديسبري. موا جانتربيل كنخاطب العقول، كنخاطب الثقافه اللي كاينه في العقول، ماشي تنخاطب الرجلين يماركيو بيت ويساليو. لا، انا الكره كنعرف شنو هي، كتلعب على لي ديتاي. حتى حنا كانوا لي زوكازيون لو كان ماركيناهم لو كان قتل، ولكن لو كان انا ما عنديش. واش الاصدقاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غادي نعيشوا معكم رحله اشبال اطلس في كاس العالم تشيلي 2025. الرحله كلها تحدي، اثاره، عزيمه اللي خلات الفريق يوصل للنهائي. شدوا الانتباه، حضروا راسكم، حيت غادي نغوصوا معكم في كل لحظه، كل هدف وكل تفصيله ديال هذه المغامره الكبيره. النجاح ما كيجيش بوحدو، خصك الاجتهاد والمثابرة والعمل باش توصل ليه. المغرب بدا البطولة بمستوى راقي امام المنتخب الاسباني في المباراة الاولى. قدر يفوز المنتخب المغربي ب2-0، وقدر يسجل كل من ياسر الزبيري وياسين جسيمي. كانت البداية مثالية وعطت الفريق ثقة كبيرة. هذا الفوز عطى روح جديدة للمنتخب، وما ضيعوش الوقت، مباشرة واجهوا المنتخب البرازيلي في المباراة الثانية وقدروا يقلبوا الطاولة وفازوا ب2-1. وأهداف كل من عثمان معما وياسر الزبيري بينت بأن المغرب جايين باش يبينوا روحهم القتالية ويفرضوا أسلوبهم. ولكن كل رحلة عندها امتحان. في المباراة الثالثة ديال دور المجموعات خسر المنتخب المغربي امام المنتخب المكسيكي ب1-0. كانت مباراة صعيبة شوية، وكان قدر ماركي جيلبرتو مورا. ولكن هذه الخسارة ما كانتش نهاية الطريق، بالعكس كانت درس. تشكيلة رسمية مهمة، وكل مباراة خصها تركيز كامل. الخسارة علمتهم القوة. المنتخب المغربي قدر يتأهل لدور 16، وكان هو الأول في المجموعة ديالو. في دور 16 المنتخب المغربي واجه كوريا الجنوبية. المباراة كانت صعيبة، لكن الفريق لعب بذكاء وانضباط وحقق الفوز ب2-1 بفضل أهداف من هاشين في مرماه وياسر الزبيري. ها هما الأبطال كيشعلوا الحماس وكيبينوا لنا العزيمة. في ربع النهائي المغرب واجه الولايات المتحدة الأمريكية. المباراة كانت كلها إثارة، لكن أشبال أطلس لعبوا بذكاء وروح قتالية عالية. انتهت المباراة ب3-1 لصالح المنتخب المغربي بأهداف فؤاد الزهواني، جوشو ويندر في مرماه وياسين جسيمي. الفريق كان حاضر والتركيز على النهائي كيتجه. النصف النهائي ضد فرنسا كانت مواجهة لا تنسى، وقدرنا نردو الثأر ديال المونديال قطر 2022 فاش كانت ربحتنا فرنسا ب2-0. المباراة سالت بالتعادل. بعد كان المغرب كان رابح الماتش ب1-0، موراها جاب التعادل فرنسا، وخرج اللاعب ديالهم واحد اللاعب ديالهم حمراء، وعينا من تقاتلوا ساعه ما قدرناش نفوزوا قبل من الاشواط الاضافيه. واتجه المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي الاشواط الاضافيه، لكن بدون جدوى. بقى المنتخب المغربي معاه هكاك متعادلين، موراها مشاو ركلات الترجيح. وهنا ظهر البطل الحقيقي. الحارس ديالنا قدر يتصدى الهدف الاول والثاني، لكن الهدف الاول ماشي تصدى ليه، كان ضرب في العارضه وكنا قريب يجبدها. كون ما ضربش في العارضه كان غيجبدها ضروري، وخلى المغرب يفوز ب5-4، وهكذا وصلنا للنهائي. وها هي اللحظه الكبيره قربات. من بعد ما ضربتنا فرنسا في مونديال قطر ب2-0 وقساتنا وتوجهت للنهائي وواجهت الارجنتين من بعد ما ضرب كرواتيا، دابا ماشي مونديال قطر كنضربوا فرنسا وكندوز الارجنتين. من بعد ما الارجنتين ضربت كولومبيا ربحتها ب1-0 وتاني مشات للنهائي. ودابا غادي نعاودوا النهائي ديال قطر، لكن بالصفه الحقيقيه، لان فرنسا بصراحه ربحتنا غير بالظلم التحكيمي. من بعد ما بوفال ضربوا داك اللاعب وقال الحكم بان ماشي ضربه جزاء، لكن الحقيقه كسبان وكل واحد كياخذ الجزاء ديالو. دابا حنايا غادي نطلعوا بجداره واستحقاق للنهائي وغادي نواجهوا الارجنتين، وكنتمنى نربحوهم ونبينوا بان المغرب
ماشي منتخب عادي، بل منتخب قادر يفوز على المنتخبات الكبيرة، وقادر يفوز بجميع الألقاب الدولية والعالمية والإفريقية والعربية. النهائي قدام الأرجنتين، كل هدف، كل تمريرة، كل تضحية كتكتب الفرق ما بين الحلم والواقع. أنتم أشبال الأطلس، رمز العزيمة والفخر المغربي. اليوم الفرصة ما بين يديكم باش تكتبوا التاريخ. لعبوا بروحكم وديروا المستحيل، وبينوا للعالم القوة ديال المغرب. العزيمة والروح القتالية هما اللي كيصنعوا الأبطال. رحلة المغرب لأقل من 20 سنة في كأس العالم تشيلي 2025 كانت قصة فخر، عزيمة وتحدي، وهي واحد البصمة، واحد الحاجة اللي ميمكنش نوصفوها، غادي تبقى خالدة في قلوب المغاربة. وكنتمنى في الفيديو الجاي اللي غادي نحط لكم يكون المنتخب المغربي صدع الأرجنتين وربحوا بشي نتيجة زوينة، واخا غير نديو كأس العالم كنتمنى وجميع المغاربة غادي يفرحوا، غادي يخرجوا كيغوتوا ديما مغرب ديما مغرب. المهم اصدقاء، غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا فهمتوا مزيان وتكونوا عرفتوا مشوار المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه في مونديال تشيلي 2025. المهم نشوفكم الفيديو الجاي، وما تنساوش ديروا لايك بعدا وابوني باش تستمروا ويكون التفاعل زوين وطالع. يلا خليكم الفيديو الجاي، نشوفكم الفيديو الجاي، دمتم بخير.